السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ بخير؟ لاباس عزيزاتي السيدات والأنسات المتتبعات ديالي؟ كدايرين؟ بخير لاباس؟ ما تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وصحتكم مزيانة وصيامكم مقبول ان شاء الله. اليوم حبيباتي بغيت نشارك معاكم روتيني، ماشي روتيني اليوم. ماشي روتيني اللي على بالكم، لا ما عنديش دوك المؤهلات مع الاسف. روتيني العنايه بالبشره ديالي بماسكات طبيعيه ومتواجده عندي يعني في الدار. ماسكات اللي هي كنستعمل غير الاشياء اللي عندي في الدار. آه، كتكون مزيانه وطبيعيه وكتعطي نتيجه مزيانه، يعني الى حد ما مزيانه، ماشي شي نتيجه واو، ولكن نتيجه زوينه. هي كيف ما كان الحال، العنايه بالبشره مزيانه وبغاتها الوقت يعني. وكيف ما كيقول لك الطهل يا بنت الناس، لما بيضيتي واخا عتملات. المهم انا كندير هاد الاشياء هذه وحبيت نشاركها معكم، باش ان شاء الله السيدات اللي عزيز عليهم هكا يتهلاو في وجوههم ويديروا ماسكات من هنا للعيد ان شاء الله يكون الوجه مزيان ومنور يعني وتكوني تبارك الله مزيانه. المهم حبيباتي غادي نخليكم مع الاشياء اللي استعملت في هذا الماسك هذا، نخليكم تشوفوا. حبيباتي هنا كما قلت لكم، ها هي الخلطه اللي استعملت. على قبل الكوماج استعملت هذيك القهوه، درت معاها هذا الجيل هذا باش كنغسل وجهي. الجيل عادي هو هذاك ديال الهيمالايا سميتو. كنشريه من تيغوتا. غير الجيل هذاك الخفيف، ماشي داك اللي فيه ديجا الحبيبات، لا غير داك الخفيف كنديرو مع القهوه، وغير باش يعطيني ديك الرغوه هكاك ونكون كنغسل في وجهي. المهم اللي عندها شويه البشره حساسه ولا تزيد واحد القطيره ديال زيت الزيتون، شويه ماشي بزاف. زيت الزيتون راه كيمنع داك التهيج ديال البشره. ايوا صافي، انا استعملت فقط هاد جوج مكونات للتقشير. وبالنسبه للماسك درت العسل والكركم او الخرقوم. هنا راني شت ان داك العسل اللي درت جاني قليل، وانا ما بغيتش نكثر العسل بزاف. وزدت شويه ديال الحليب، شويه ديال الحليب، الحليب عادي من الثلاجه ماشي دافي ولا شي حاجه، عادي جدا، غير نقيطه صغيره باش نحصل على القوام اللي هو بحال هكا، قوام كريمي. صافي حبيباتي، وكنابليكيه على كما شفتوا حبيباتي. غادي نبدا بهاد الكوماج هذا ديال القهوه. كما شفتوا استعملت معاه هذاك الجيل، هذاك الصابون. اللي بغى يزيد معاه شي نقيطه او قطيره ديال زيت الزيتون يزيدها، اللي عنده شويه البشره كتتجرح ليه ولا. وصافي كنرطب وجهي اولا، هو الاول نرطب وجهي بشويه ديال الماء كما تشوفوا معايا دابا. كنرطب وجهي هكا بشويه ديال الماء غير باش يكون مستعد له. الكوماج ديال القهوه. ومن بعد كنشد هذيك القهوه نخلطها هي وبداك الدجاج، نخلطها مزيان، تولي بحال هكا عندها هذا القوام بحال طنطو. هذاك الدجاج راه تيدير كيكون فيه الرغوه. صافي وكنبدا هكا نابليكي فيها على وجهي كامل. الشنايف حتى هما وكلشي. الشنايف، الشفايف. الشفايف حتى هما كاع البلاصه اللي بغيتي. المهم الوجه كله صافي، غير هذا العين لا، المحيط تاع العين لا، ديري غير الوجه بحال هكا. باش كنخدم هكا وانا كنصور معاكم. هذه اول مره ندير هذا النوع ديال الفيديو. ايوا بما انني دابا كندير هاد الماسكات هكا، قلت نشارك معاكم اش كندير.
ياك. من بعد ما درنا ليه بحال هكا، دابا غنجيو بيدينا هكا ونحاولوا نديروا حركات دائريه هكا. ها بقاو غاديين 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 على الجبهه حتى هي. هذا بحال تقولوا تقشير ياك. بلاتي انا خصني نكحل شويه لهيه اللافاندينوس انه غيطيح ليا هنا. وصافي تتبقاي واحد دقيقه ونص، ما تكثريش بزاف. صافي هكا وتغسليه بشويه ديال الماء دافي. وهنا حبيباتي هاني من بعد ما درت هاد الكوماج هذا وغسلته مزيان، نشفت وجهي. من بعد ما نشفت وجهي غسلت وجهي مزيان ياك. من بعد ما حكيت هذاك الكوماج غسلت وجهي بالماء دافي مزيان. ومن بعد اخر طشه ديال الماء على وجهي كانت بارده ما كانتش دافيه. ومن بعد ما كندير هذاك العمليه كنكمل كل شيء، تندخل الماسك اللي هو كما شفتوا معايا فاش بينت لكم المقادير ديالو. العسل والكركم، العسل والكركم. وانا زدت ديك النقيطه ديال الحليب لانني ما كثرتش العسل، درت غير شويه فما تخلطش ليا مزيان، بقى شويه قاصح. وانا نزيد فيه داك شويه ديال الحليب غير باش يتطلق هكا ويعود يجي هكا القوام ديالو كريم. صافي دابا رانا ما عنديش هذيك الشويته ديال سميتو خسرات ليا. ونيت كاع ما كنحملها، تنستعمل عائدي اكثريه. كنت شريتها من بريمارك ودغيا بداو كيتنتفوا لها دوك الشويت دوك الزغيبات ديالها. صافي وانا نحيدها. دابا غادي نابليكي هاد الماسك هذا هكا على وجهي، وغادي نخليه من 15 حتى ل 20 دقيقه. يعني بعد كيكرمل ليا هكا على وجهي. صافي تنعاود تاني نغسلو بشويه بشويه. نفس الشيء نغسلو بالماء دافي. وبعد كنكمل الغسيل مزيان. رانا كنشلل بمويه بارده. هاد القضيه هذه ديال الماء بارد ودافي. دابا فاش كتكوني كتغسلي بالماء البارد، الماء الدافي، المسام ديال الوجه كيتحلوا باش يتنظفوا داكشي. وفاش كديري ليهم الماء بارد في الاخر كيعاودوا يتجمعوا واحد شويه، ما كيتجمعوش بزاف الصراحه لان خاصك تستعملي الطونيكو، خاصك كيتجمعوا المهم شويه. و اللي كتستعملي داك الطونيكو ديالك اللي كديري كيوافقك طبعا، والكريمه ديالك وداك السيروم وداكشي. ايوا المهم انا نتمنى تقدني هاد الجبيبين ديال اللي درت، نتمنى تقدني. وانا تبارك الله وجهي راه قد داك النيف عندي تا هو يهز رابعه ديال الخرطوم. سبحان الله. ايوا كلشي زي الحمد لله. ايوا المهم احنا نطليو وصافي. كما قلت لكم حبيباتي هاد المواد هذه الطبيعيه راه ما عندها حتى ضرر على البشره، يعني ما تخافوش منها. دير شويه الصراحه كتنقي الوجه وكيبان الوجه انه مهلي. ياك فهمتوا كيفاه؟ يعني هي ماشي كدير شي حاجه سحريه. مثلا انا سمراء نقول لكم راه بياض، ما يمكنش. ولا اللي فيها شي بقع هكا خاصها علاج طبي نقول لك زعما راه يحيدها هادشي، راه ما يمكنش. ولا شي اثار ديال الحبوب مجهده وخاصها علاج طبي زعما يحيد هادشي، راه ما يمكنش. هادشي كيساعد فقط اللي عنده البشره ديالو هكا ما فيها لا حبوب لا كلف لا والو، غير ديك الشوائب اللي كتكون ديال الشمس وديال
ديك الشوائب البسيطه. اما حبيباتي بعد ديك الاشياء الاخرى اللي تتكون مجهده، ديك البقع المجهده وهذا راه اكيد خاصها عنايه طبيه وكريمات طبيه. ياك فهمتوا حبيبات؟ بلا ما تبقاو تصنتوا بحال هكا. واخا ليا واخا الدريه اخرى هكا كدير هاد الماسكات، دوك اللي كيقولوا لكم راه ديري هاد الشيء على وجهك راه كيحيد الكلف راه كيحيد، لا لا والله ما كيحيد حاجه. خاص يعني الواحد بشويه بشويه تمشي عند الطبيب المختص وكتبعي داك العلاج ديالك وكتعالج لك البشره ديالك. عاد هادشي كيجي عام الفوق. كما قلت لكم قبيله، التهل يا بنت الناس الا ما بيضيتي واخا غير تملاس. ايوا نتمنى نملاسو وانا هنا العيد. ايوا صافي نخليه هكا. طلعت تشنان في معليش ياكو نخليه. ايه هو من الافضل ديري حتى لعنقك، ولكن انا نكذب عليكم والله ما كندير لعنقي بزاف. راني فاش لا درتي لعنقك الصراحه بيني وبينكم لا درتي حتى العنق خاصك دوشي كي غديري تغسلي ديك الساعه. انا مره هكا في الاسبوع قبل ما ندخل ندوش شي تدويشه هكا يكون حمام نيت مغربي اللي راني كنطلي حتى عنقي وكندخل كل هكاك للدوش ونحك ونخرج وصافي. اما في الايامات الاخرى راني كنديرها بحال هكا باش يجيني ساهل في الغسيل. ايوا صافي دابا حنا درنا لهاد الكريكير هذا شويه صافي والعنق تنبغي ندخل كل للدوش. يا رب الله. ايوا صافي حبيباتي رانا كنتسنى تيكرم يعني كما قلت لكم من 15 حتى ل 20 دقيقه ونغسلو ونوريكم النتيجه من بعد الغسيل والكريمات اللي كنستعمل. يلا بسلامه. سرنا الفيديو غيجي طويل تاع من بعد. وهنا حبيباتي رانا غسلت وجهي من الماسك ديال العسل والخرقوم وشويه ديال الحليب نشفت وجهي مزيان ياك. دابا بعد باقا لي هنا الخرقوم وحل. كيبقى في هاد البلايص في هاد الخلف هذا. المهم بعد كملت اش غندير الخطوه الثانيه. انا كوميطونيكو كنستعمل هاد الماورد هذا راه مزيان امن على البشره ومناسب في الثمن. وكما شفتوا القرعه راه كبيره فيها 300 مال. كتدي لك انا مثلا هذه كتدي لي براكه حتى لشهرين ياك. كندير واحد شويه هكا في هذا القطينه هذه ياك. ما عنديش داك البخاخ داك دابا نشريها كانت عندي وما عرفت فين تلفات ليا. واحد القريعه تشرى خاويه كتعمري من هذه تعمري فيها وتبخي على وجهك كتجي احسن من هذا الديسك هذا صافي. وكنبدا كندير بهذه الطريقه هذه ندوز ماء الورد على وجهي كامل على العينين على كل. نستعمل هذا وصراحه انا ما تنزقاش على ماركه وحده على ماركه وحده. اي واحد عجبني ولا شفتو شي واحد كيهضر عليه ولا شي حاجه كنمشي ناخذه ونجربه. المهم انا حاليا كنستعمل هذا ديال الفيتامين سي وكومي كريم مرطب. فين هي الكريمينه تاعتي؟ كاين شنو بلاتي نجبدها سمحوا لي. كومي كريم مرطب كما قلت لكم البنات. كنت كنقلب عليها كون شفت شنو واقع. دابا انا ما عنديش ديك الاله الصغيره علاش كنحط التليفون باش نصور وكنت مكاليه بهذه كاليه التليفون بها كنقلب عليه. المهم هي كتجي بحال هكا. هي قال لك ب لا بافا دي لوماكا والورد. لا بافا دي لوماكا الدريات اللي ما عرفتوهاش هي الرغا ديال الببوش. كتضحك هاد القضيه ولكن راه خرجت موضه مؤخرا يعني عندو بزاف ديال الكريمات ديال داك الرغا ديال الببوش. قال لك كيرطب البشره وكيدير بزاف تاع الحاجات. المهم انا هاني كنجرب فيه دابا ودابا كنستعمل هذا وهو
ريحته زوينه، ريحته بحال الورد تماما، يعني دايرين فيه نسبه كبيره من الورد، وزوين كذا غير كيدخل للبشره. دابا غندير هذا هو الاول. اويلي استغفرت الله، ايوا شتي هاد راه مع التصوير طاحت ليا طاحت لينا هو كيجي بحال الزيت، ديريها شويه ما تكثروش، ديري كامل هكا. انا راني طبعا ندهن على وجهي غير بطريقتي انا، بطريقه عشوائيه، ماشي زعما بطريقه احترافيه ديال دوك الدريات اللي يعرفوا داكشي. نزيد شويه عاود، ياك. ومن بعد السيروم كديري الكريم ديالك المرطب، اي كريم نتيا تستعمليه ديريه، اي كريم يعجبك تستعمليه، بقيتي فيه راحتك، لا ماديا ولا معنويا، يعني وفق لك البشره ديالك هو اللي ديري. ما تعمريش راسك بالماركات اللي تيبينوا الدريات تقولي خصني نستعمل الحال هذيك، لا، حيت كله والبشره ديالو، كله والمناخ فاش كيعيش ايوا صافي حباتي. وهكا راني كنكون زعما درت معاكم هكا روتيني ديال العنايه بالبشره، ودرت معاكم فيديو هضرنا شويه، تشوفوني وتسمعوني وشكرا لكم اللي بقى حتى الاخر ديال الفيديو، شكرا ليه بزاف. وحبيباتي كنصح هكا كاع السيدات اللي ربات البيوت جالسات في الدار، ما تبقايش مخليه في الكوزينه وطيبه العباد الله في المسمن معمر تخبزي وتعطيهم، راه كاع ما تيقرب الخير حرش فيك حرشك على ولادك وراجلك البشر كاع ما كيقرب الخير، تتبقاي تحرقي لهم في الكوزينه تما، ها البطبوط معمر، ها المسمن مجمر، ها ما عرفت شنو، وبنادم ياكل وينكر في الاخر حتى الله يرحم الوالدين ما يقولوا لك، يبداو يعيطوا اجي راه خاصه الملحه، اجي هادشي راه مهكاكش. ايوا في الاخر بنادم يمشي يتجبد فوق الديفان فوق السدادر. ايوا انت هي رجعي لكوزينتك، غسلي مواعنك وطيحي تما في الكوزينه نين طلعت السحور، وخلي بشرتك وخلي حالتك وخلي. ايوا المهم خبر في روسكم انا حرجتكم يلا حبيبتي غنسالي معكم الفيديو هنا، واللي بقى شاهد لي الفيديو حتى الاخر شكرا بزاف، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. وشكرا لكم حبيباتي، وبسلامه عليكم، ورحنا غير ضاحكين الله يعاون كل سيده على دارها وعلى وليداتها. بسلامه عليكم.